فينا مش بيحب سجق العربيات بتاع الشارع؟ هعمله معاكم النهارده بطريقه حلوه جدا وهيعجبكم قوي. اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقه على طول. عندي هنا طاسه على النار، حطيت فيها شويه كده من الزيت، وعندي كيلو من السجق البلدي. اختاري مكان يكون بيعمل السجق نضيف، يعني جزار كده يكون انت واثقه فيه. وبالمناسبه السجق ده انا عاملاه عندي في البيت، كنت بس بصور لكم بالفيديو والنور قطع فما كملتهوش. ان شاء الله هكمل الفيديو قريب وهنزله لكم بمنتهى السهولة، هتعمليه ومن غير اي مجهود. المهم ان انا نزلت في الطاسة عندي بشوية كده من الزيت، والطاسة سخنت، نزلت بالسجق بتاعي عشان بس ياخد صدمة كده وينزل النكهة والطعم بتاعه في قلب الزيت. طبعا انا حطيت زيت لان انا عاملة السجق وعارفة انه مفهوش نسبة دهون كبيرة. المهم بعد ما اديت تشويحه كده للسجق بتاعي، انا بحطه بالشكل بتاعه، ما بقطعوش ولا اي حاجه، انا بحبه سليم. وبعد كده ببتدي افصله بالمقص بس عشان في البدايه ما يبتديش يتفتفت مني او يتفرول مني. بعد ما شلت السجق بتاعي في طبق جانبي، حطيت بصلايه كده متوسطه، بحب احط له بصلايه كده متقطعه رفيع خالص تدبل معايا في التشويح. وبنزل بمعلقه صغيره كده من التوم تكون مليانه، وبقلب كله مع بعض. مجرد ما اشم ريحه التوم هنزل بثلاث حبات كبار من الطماطم او 4 حبات كبار من الطماطم، زي ما انت عايزه على حسب ما انت بتحبي الصوص في السجق قد ايه. المهم ان انا مقطعه الطماطم رفيع او اديت لها تقليبه مع البصل والثوم. وبعدين نزلت بمعلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وهنزل كمان برشه صغيره من الملح. طبعا السجق بيكون متبهر كويس قوي، فمش عايزه احط بهارات كتير قوي تطغى على طعمه او احس ان الموضوع فيه بهارات اوفر. قلبت كويس جدا ووطيت النار لحد ما الطماطم عندي استوت وبقى فيه صوص كده حلو. وبعدين نزلت بيه السجق بتاعي بعد ما فصلته كده بالمقص، عشان خاطر يعني ما يبقاش كله لازق في بعضه زي ما شوحته في الاول. هبتدي ادي تقليبه كويس جدا، واسيب السجق مع الطماطم والبصل بتاعي كده على نار هاديه لمده 5 دقايق عشان ياخدوا كده من طعم بعض، والسجق ينزل الطعم الحلو بتاعه مع الطماطم والبصل والحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها. تمام كده، بعد حوالي 5 دقايق بالظبط هبتدي انزل بشويه كده من الفلفل الرومي، شويه من الفلفل الحراق لو انتي بتحبيها سبايسي، وهدي تقليبه كويس جدا. انا بحط الفلفل في الاخر لان انا مش عايزاه يدبل خالص ويتهري، بحب يكون شكله كده واضح وطعمه كمان واضح في الاكل. بديله تقليبه كده وبسيبه لمده دقيقتين على نار متوسطه، وخلاص بيكون السجق عندي استوى، وهتاكلي احلى سجق بخلطة عربيات الشارع بنفس الطعم. وانا عشان خاطر بحبه زي بره بالظبط، فبعمله في عيش بلدي كده، او زي ما انت بتحبي ممكن تعمليه في فينو. بس انا بحبه بالطريقة دي، سندوتشات كده بالعيش البلدي، وبيبقى خطير. زي ما انت عايزة ممكن تعمله جنبه شوية كده من المكرونة او بطاطس محمرة، يعني وبيكون الاكلة عندك خلصت في اقل من 10 دقايق. شايفين شكله عامل ازاي؟ جربوه بالطريقة دي، انا واثقه ان هو باذن الله يعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد.